السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ده قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القراقيش بالجبنة الرومي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة خالص ومش هتاخد معانا وقت ولا مجهود. ده غير ان مقاديرها سهلة وبسيطة وطريقة تشكيلها سهلة جدا جدا. حتى لو اول مرة تعملي قراقيش هتنجح معاك ان شاء الله من اول مرة. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ في الطريقة. ودلوقتي بقى معانا اول حاجة في المقادير، معانا كده نص كيلو من الدقيق او الطحين، يكون نوع متعدد الاستعمالات او متعدد الاغراض. بعد كده بقى هضيف نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، ودول كده معلقتين كبار من السمسم، ودي معلقة كبيرة كده من حبة البركة. طبعا كلنا عارفين حبة البركة. مش حابة تستخدمي حبة البركة تقدري تحطي نص معلقة صغيرة كده من ريحة الكعك أو معلقة كبيرة كده من الشمر واليانسون. بعد كده بقى حطيت معلقة كبيرة كده من الخميرة الفورية وزنها 10 جرام. هقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع بعضيها. وبعد كده بقى هنزل بالمادة الدهنية. المادة الدهنية عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية الا ربع كده او كوباية ناقصة حوالي نص عقلة من صباعك من السمنة على الزيت. يعني حطيت نص كوباية من السمنة وربع كوباية من الزيت. حابة تحطي الكمية كلها سمنة زي ما انت حابة، انما ما ينفعش نحط الكمية كلها زيت. ووزن خليط السمنة على زيت اللي انا حطيته وزنه كده 180 جرام، يبقى وزن المادة الدهنية 180 جرام. هبتدي بقى اقلب المادة الدهنية كده مع الدقيق والحاجات اللي احنا حطيناها، وهبتدي بقى افركها كده على ايديا او ابسها كده على ايديا زي حاجات العيد بالظبط، لغايه لما اخلط كل ذرات الدقيق كده بالماده الدهنيه من تحت لفوق كده. ما تخليش ذره كده من الدقيق لما تقلبيها مع الماده الدهنيه، وده علشان الرقيق يطلع معاكي هشه كده وخفيفه. وبعد ما قلبنا الماده الدهنيه كويس جدا مع الدقيق، دلوقتي بقى هضيف ايه؟ هضيف كده كوبايه الا ربع كده من الحليب. والحليب يكون بدرجه حراره الغرفه او يكون دافي، ويكون دافي ما يكونش سخن علشان خاطر الخميره ما تفسدش. دلوقتي بقى هلم العجينه. طبعا هتتشرب الحليب كله كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى المها بالشكل دوت ومش هعجن فيها كتير علشان العجينه ما تكونش معايا عرق. يا دوبك بس الم كل المكونات كده مع بعضيها وبوقف على طول. هعرف ازاي بقى ان العجينه مظبوطه معايا؟ لان كل دي مختلف عن التاني في امتصاصه للسوائل. همسك بقى قطعه كده من العجين واضغط عليها، لقيت العجينه ناعمه وطريه كده وملمسها طري، يبقى خلاص العجينه كده مظبوطه. لقيت العجينه عامله زي الارض العطشانه، يبقى العجينه كده محتاجه سوائل كمان. هنضيف معلقه كده او اتنين من الحليب او الميه. دلوقتي بقى انا عملت ايه؟ ضفت كده نص كوبايه من الجبنه الرومي. بتكسريها كده بايديكي او بتروحي مقطعاها كده بالسكينه، بتتكسر معاكي وبتتقطع معاكي بكل سهوله. وزن الجبنه الرومي اللي احنا حطيناها وزنها 85 جرام. حطيت نص كوبايه كده من الجبنه الرومي، نص كوبايه مضغوطه يا جماعه، مضغوطه، مش نص كوبايه مهويه، لا مضغوطه. هبتدي بقى الم الجبنه الرومي كده مع العجينه، هتدخل جوه العجينه كده زي ما انتم شايفين كده. خلاص العجينه اصبحت معايا جاهزه. بس كل اللي انا هعمله ان انا هغطي عليها كده واسيبها تستريح كده لمده نص ساعه، وبعد كده هشتغل فيها. عايزين بس كده في المرحله دي الخميره تشتغل في العجينه. حابه بس اوريكم قوام العجينه في المرحله دي قبل ما اغطي عليها واسيبها تستريح. شايفين العجينه طريه ولينه، ولو ضغطت عليها مش فيها اي تشققات خالص. انما لو العجينه شققت معاكي اعرفي ان العجينه كده عامله زي الارض العطشانه محتاجه سوائل زي ما احنا اتفقنا. كده العجينه مظبوطه معايا ما شاء الله. هغطي عليها كده واسيبها بقى تستريح كده لمده نص ساعه. لو انت في فصل الصيف سيبيها تستريح لمده نص ساعه، لو في فصل الشتاء سيبيها كده لمده ساعه. وده كان شكل العجينه بعد ما استريحت كده لمده نص ساعه. هبتدي بقى اكشف عليها كده واشتغل فيها. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف طريقه التشكيل السهله جدا جدا. هجيب بقى قطع صغيره كده من العجين، هبتدي اعملها الاول كده على شكل رول علشان الاشكال تطلع معايا كده مظبوطه ومنتظمه. هضغط عليها كده هتطلع معايا على شكل رول. بس قبل ما تضغطي عليها على شكل رول اهم حاجه تمسكيها كده وتدمجيها كده بين ايديكي كويس. يعني ايه؟ هتمسكي العجينه كده تحننيها بين ايديكي الاول وتضغطي عليها كام ضغطه كده وبعد كده تشكليها علشان العجينه تبقى مظبوطه معاكي وما يكونش فيها فراغات. شكلتها بقى كده على شكل رول، وبعد كده ضغطت على الرول ده هيديني شكل كده مستطيل طويل كده زي ما انت شايفه. وبعد ما نظمت العجينه بالشكل دوت هبتدي بقى اعمل ايه؟ هجيب بقى السكينه او القطاعه وهبتدي اقطعها كده تمانيات وسبعات علشان تديني شكل منتظم كده على شكل مثلث. شايفين؟ بنفس الطريقه دي. طبعا الطرف هنشيله علشان الطرف بيكون شكله مش مظبوط. وهناخد بقى بقيه الاشكال.
قطعت العجينة كده على شكل سبعات وتمانيات، هتديني شكل مثلث كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى انقلها في الصاج، والصاج اللي احنا هنحط فيه العجينة ما بيكونش مدهون اي حاجة خالص. حابة بس اقول لكم على معلومة عشان ما انساش، ان السمسم اللي احنا حاطينه في العجينة بيكون متحمص طبعا. ودلوقتي بقى حابة اقول لكم على معلومة كمان، ان انتوا لو مش حابين تضيفوا الجبنة الرومي عادي جدا تقدري تعملي العجينة وبنفس الخطوات من غير ما تحطي الجبنة الرومي. طب افرض انت حابه تستخدمي الماده الدهنيه كلها زيت، ساعتها هتعملي ايه؟ ساعتها هتشيلي معلقتين كده من الدقيق وتحطي مكانهم معلقتين كبار من النشا. ساعتها القراقيش هتطلع معاكي ناعمه كده وخفيفه كانك عاملاها بالسمنه بالظبط، بس اهم حاجه تستخدمي النشا في الطريقه. وطبعا انا عملت معاكم القراقيش بالزيت قبل كده والنشا، والطريقه موجوده على القناه. حابه تشوفي الطريقه وحابه تشوفي شكل القراقيش، هتكتبي بقى القراقيش بالزيت وجنبها اسمه وتبحثي. وعملنا القراقيش العاديه اللي هي على شكل صوابع، وعملنا القرص المبسوسه، وعملنا القرص الطريه، وكل الحاجات دي موجوده على القناه. وعملنا معجنات كتيره جدا جدا محشيه، ومعجنات من غير حشوات. دلوقتي بقى انا هخلص باقي الكميه كده مع نفسي، وهوريكم بقى الكميه كلها بعد ما اخلصها واشكلها. هيطلعوا معايا قد ايه؟ هيطلعوا معايا كده 50 واحده، يعني ما شاء الله كميه حلوه جدا جدا. شايفين؟ ده اول صاج معايا كده، هيطلعوا معايا صاج وصينيه 50 قطعه زي ما قلت لكم. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ هنسيب بقى العجينة تخمر كده المرة تانية قبل ما نسويها في الفرن. طيب هنسويها على درجة حرارة كام؟ هنسويها على درجة حرارة 180. لو الفرن كهرباء هتشغلي فوق وتحت والمروحة، وهتحطي السقف الرف اللي في النص. انما لو فرن البوتاجاز العادي هتشغليه برضو على درجة حرارة 180، وتشغليه من تحت الاول. اول ما تلاقيش تستوي من تحت كده ومن الجناب هتطفي بقى من تحت كده وتشغلي الشوايه وتحمري وشها. ودلوقتي بقى هوريكم شكل الكمية كلها في الطبق كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله 50 قطعة كبار مش صغيرين. ده غير ان طعم القراقيش دي مميز جدا جدا، احلى كمان من القراقيش العادية. ان شاء الله هتجربوها وتدعوا لي دعوة كده حلوة بالخير. والمقادير ان شاء الله هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوباية. واللي ما يعرفش مكان صندوق الوصف يضغط على عنوان الفيديو او يدوس عليه، هيظهر له كلمة المزيد. يضغط على كلمة المزيد هيظهر له صندوق الوصف، وتحت في لينك مكتوب عليه كده معجنات، لو ضغطت عليه هتخش على كل انواع المعجنات الموجودة على القناة. زي ما قلت لكم عملنا القرص الطرية، وعملنا اللقمة الصفراء، وعملنا الحجازية، والفطير المشلتت بأكتر من طريقة. اللي حابب يبحث عن حاجة زي ما قلت لكم كده يكتب الحاجة اللي هو عاوزها وجنبها اسمه ويبحث. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل الحتة دي من الفيديو ما ينساش بقى يحط اللايك، الفيديو جميل ويستاهل لايك. وما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو كده منكم، علشان كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا. اما بقى بالنسبه لضيوفنا الجداد الاول مره يشوفوا القناه وعجبتهم القناه وحابين يشتركوا فيها، اكيد يشرفنا اشتراكهم. بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمه الكل، علشان يوصلهم اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.